الكبير والأب الحنون الملا سعود شملاوي يلقيه نيابة عنه ابنه الفاضل الشيخ علي، ويتلو القصيدة بقصيدة له، فليتفضل مشكورا. ذكرتك عند ذي حسب صغالي، وإن كررت مدحك عند نغلين تغير سيره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل مرء ذكرتك بالجميل من المقال، فليس يطيق ذكر ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال، فها أنا قد خبرت بك البرايا فأنت محاك وأولاد الحلال. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة جادت بها قريحة الوالد، ولما به من عناء المرض كلفني بإلقائه، ونسألكم الدعاء جميعا لشفائه. ليوم الغدير صدى يقرأ مسامع كل الورى إن يعو، يثبت للمرتضى حقه ويدفع من في الولا يطمع. أفضل الصلاة والسلام ليوم الغدير صدى يقرع مسامع كل الورى إن يعو، يثبت للمرتضى حقه ويدفع من في الولا يطمع. نداء السماء آمر أحمدا وأحمد قام به يصدع، على منبر من حدوج رقى ومن حوله الناس قد جمعوا، فنادهم بفصيح الخطاب عن الله وحيا
وهم يسمعوا أتاني الأمين بوحي الإله، أتاني الأمين بوحي الإله أبلغكم عنه، أتاني الأمين بوحي الإله أبلغكم عنه حتى تعوا. يقول ألنصب عليا لهم إماما إلى أمره يرجعوا، فإني راض به حجة. يقول ألنصب عليا لهم إماما إلى أمره يرجعوا، فإني راض به حجة يبين لهم كل ما يشرع. فناداه قم يا زعيم الهدى، فقام إلى أمره يسرع، فقال وفي كفه كفه ككوكب في ظلمة يلمع، إذا غبت عنكم بملحودتي، فهذا الخليفة والمرجع لهذا الولاء ولهذا القضاء، وهذا الزعيم وذا المفزع. لهذا الولاء ولهذا القضاء وهذا الزعيم وذا المفزع، فمن كنت مولاه هذا له كذلك مولى، فلا تزمعوا ولا ترغبوا عن نداء السماء، تكونوا عصاة إذا تصنعوا. لبيعته بادروا طائعين، ففيها رضا الله مستودع. أطيعوا ومني اقبلوا دعوتي، فغير النصيحة لا أطمع. فقالوا ولا تخسروا داركم بالمعاد، أطيعوا ومني اقبلوا دعوتي، فغير النصيحة لا أطمع. ولا تخسروا داركم بالمعاد، لدنيا عواقبها بلقع. فقالوا جميعا رضينا به، فقالوا جميعا رضينا به وليا، كما شئت يا مشرع. فأنت لدينا صدوق أمين، وما زلت من شأننا ترفع، من الجهل أنقذتنا والضلال. جزاك الإله بما تصنع، تبايعك في أفواهنا والقلوب، تبايعك أفواهنا والقلوب، وربك شاهدنا يسمع. فعاملهم حسب ما كلموه، وإن كان يعلم ما أجمعوا. فتوج حيدرة بالسحاب، وذاك الجبين له يسطع، وأجلسه خيمة وحده، وناداهم وحده، فأجلسه خيمة وحده، وناداهم نحوه يسرع، يهنونه بالولا جهرة، فراحوا لخيمته يهرع. علانية بالولا صافحوه، وألسنهم بالثنى تقرأ.
نهنيك حيدرة بالولا، لك الله غيرك لا نتبع. وقال زعيم لهم جهرة: بخ توجت يا أنزع. وقال زعيم لهم جهرة: بخ توجت يا أنزع. لقد حزتها دوننا يا بطين، فرحت لكاس الولا تجرع. لك الحق إن حزتها يافعا، لك السبق من دوننا يرجع. إليك المبيت مبيت الفراش، بك الله باه الملل أرفع. لك القبلتين لك الهجرتين، إليك البراءة تسترجع. إليك الفقار سنين الشفار، بيوم المغارب تجدع. أنوف الضلال بيوم القتال، كسوت النزال دما ينقع. سقيت ابن ود به كأسه، سقيت ابن ود به كأسه، فراح على تربها يصرع. ودي ضربة قال فيها الرسول: تعادل أعمالنا أجمع. ومرحب خيبر جدلته، بكف بها ديننا يرفع. كسوت اليهود شفار الحدود، تركت ديارهم بلقع. فتحت الحصون سقيت المنون، أسودا عليهم همت أدمع. وباب يكلف في رده 80 كفا تزد 4. وزندك بكفك يا حيدر، وباب يكلف في رده 80 كفا تزد 4. بكفك يا حيدر شلته، دحوت به في الثرى أدرع. وزندك للجيش جسرا غدا، فلله درك يا أنزع. لئن حزت بعد النبي منصبا، لك الحق من بعده يرجع. فتمت له بيعة في الرقاب، لجاحدها هبهب تلذع. ومعلنها حقه في المعاد، من الحوض كأس الهنا يترع. لقائلها فنرجو من الله نغدو بها إليه، وفي حزبهم نجمع. لقائلها رحمة من رحيم، وقارئها والذي يسمع. وختم صلوا على المصطفى، شفيع الخلائق إذ ترجع. وبهذه المناسبة أيضا جادت قريحتي بهذه المقطوعة الشعرية
لعلها تلقى القبول. ذكرى ترددها الأجيال والحقب، وينتشي بنداها الشعر والأدب. ذكرى ترددها الأفواه والكتب، ويهتدي بثناها العجم والعرب. ذكرى تسطرها الأقلام والصحف، وتعتلي صفحات الدهر تلتهب. ما رددتها لتبقى الدهر شامخة، كلا ولكن ليبقى الدهر والحقب. ذكرى تصارعها الأيام شاهرة سيوفها، فعلت أسيافها القضب، وصارعت كل رعديد وما برحت في راحتيها سيوف العز والشهب. تضيء في كل درب، تضيء في كل جيل درب رائدها، فينكفي بثناها الحقد واللغب. ذكرى أبى الدهر إلا أن يخلدها، فتلك أغصانها تعلو وتنتصب، وما يزال شذاها ينتشي ألقا، ويرتوي بنداها الجذب والخصب، وما يزال عبير الورد منسمها، وما يزال نداها العذب والعنب. ذكرى بناها أبو الأجيال، فامتزجت بدم أبنائه تجري وتختضب. ذكرى الولاء لها الأرواح طائرة تهفو إلى صوتها حينا فتقترب، تدنو لتسمع صوت الوحي يرفعها، فذاك رافعها لا زال يرتقب. قد عرف الرب في حصباء هاجرة، توقدت بلظاها الترب والكتب، تطاولت لرسول الله أعينها وسألته بماذا ينتهي النصب، فقال قيموا لي الأعواد وارتقبوا، فإنني خير من ترجو وترتقب. على صهوة الدنيا فأعلمها بما ستلقى وماذا سوف ترتكب. على صهوة الدنيا فأعلمها بما ستلقى وماذا سوف تكتسب، كأن صعدته استشراف عالمها. يملي بكفيه ما تجري به السحب، ألقى نداء أصم الدهر مسمعه، ألقى نداء أصم الدهر مسمعه، تجاوبت لصداه الصخر والحجب. ترنمت فيه ألباب وقد خفقت لحلو أنغامه، بل فيه قد ضربوا. ألقى نداء وفي كفيه راحته، يأخذ بكف علي بن أبي طالب. ألقى نداء وفي كفيه راحته، أضحت من العرش تدنوه وتقترب. قد كنت مولاكم
قدما وما برحت ولايتي فيكم، قد كنت مولاكم قدما وما برحت ولايتي تغتدي فيكم وتغترب، ألا فمن كنت مولاه فإن له هذا عليا وليا دربه اصطحبوا. كهف العروبة والإسلام من شرفت به الكرامة والأمجاد والحسب، وثم نادى وفي كفيه محكمها فيثبت الله أو يمحو لما كسبوا، وقد تعالت أكف والقلوب بها تعلقت في ذرى الإنعام تحتسب، وليا فانصر وليا ناصرا لعلي، واخذل خذول علي أينما رحبوا. درب أضاء رسول الله مسلكه، فمن حواليه كل الشهب تلتهب، درب شكوك وأشواك تسايره، فزال منها رسول الله ما نصب، كأن صدر رسول الله قد جمعت فيه الخلائق، من يأتي ومن ذهبوا، قد كان يعلم من أنفاسهم لغطا، فجاء بالمرتضى عينا ليجتنبوا. ما كان أجدر بالهادي وشرعته إلا الوصاة، وفي الأقوام من لعبوا. ألقى نداء وفي طياته صور تجمع الشمل مهما بث مرتكب، قد شق نهرا غدير كان منبعه، فقال عوموا وفي شطآنه تعبوا، فمن سقي من معين النهر أصحبه، يوم القيامة في من فيه أصطحب. قد شق نهرا غدير كان منبعه، فقال عوموا وفي شطآنه تعبوا، فمن سقي من معين النهر أصحبه، يوم القيامة في من فيه أصطحب. لكننا لاذ منا غير مكترث جمع غفير لماء البحر يجتذب. لكننا لاذ منا غير مكترث جمع غفير لماء البحر يجتذب. تقاسمتنا يد الأشتات وافترقت بنا الدروب، فتاهت دونه نجب. تقاسمتنا يد الأشتات وافترقت بنا الدروب، فتاهت دونه النجب. هيا فذاك غدير الخم مجمعنا، فمنه أسيافنا تعلو فترتهب. لكننا لاذ منا غير مكترث جمع غفير لماء البحر يجتذب. تقاسمتنا يد الأشتات وافترقت بنا الدروب، فتاهت دونه النجب.
هيا فذاك غدير الخم مجمعنا، فمنه أسيافنا تعلو فترتهب. إنا سلكنا دروبا كنت ترسمها، فالجأ لربك يسقينا إذا شربوا، وبرد السود منا بعدما ظمئت يوم الورود، فإن الحوض نرتقب. والصلاة والسلام على أشرف. نشكر الشيخ الفاضل على إتحافنا بهاتين القصيدتين الرائعتين، ونسأل الله الشفاء لوالديه. عطروا الحفل بالصلاة على من، عطروا الحفل بالصلاة على من هم لأهل السماء مثل الثريا. واذكروا الطهر بعد ذكر أبيها، واذكروا الطهر بعد ذكر أبيها، والزكيين والوصي عليها. بالأئمة الاثنى عشر آخرهم القائم المؤمن. عيد الغدير بنوره وافاني، فأنار قلبي واستثار بياني، وافى فأنهلني شرابا سائغا، وشممت منه روائح الريحان. وافى فغردت الطيور، وافى فغردت الطيور طروبة بالعيد لا بتمايل الأغصان، وتجاوبت دنيا التشيع بالهنا، فليبشروا بالحور والولدان. فاصغوا فاصغوا بني الوطن، بني الوطن الحبيب لمدحتي، فلقد أتيت وواجبي ناداني. واستقبلوها بالصلاة على الذي فوق البسيطة ما له من ثاني. صلوا عليه وآله. والآن مع الأخ الكريم الأستاذ محمد رضا الشماسي يلقي علينا قصيدة شعرية، فليتفضل مشكورا. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لم أعد قصيدة لهذه المناسبة السعيدة، فلدي قصيدة كنت قد أعددتها لاحتفال شاركت فيه في مدينة الأحساء. أما الدعوة هنا فلم
أتسلمها إلا يعني قبيل يومين أو ثلاثة. فقصيدتي هذه الحقيقة هي جزء من قصيدتي تلك التي ألقيتها في مدينة الأحساء، والتي كان جزءها الأول حييت فيه هناك إخوانا لنا كرام في مدينة الأحساء. وأسمعكم ما يخص المناسبة بعد أن حذفت منها ما يتعلق بالتحية إلى إخواننا الإحسائيين. جراح على الغدير. وتر بآفاق الهدى لا يشفع، فجر يرف سنا ونهج مهيع، يوم الغدير ولا تزال على فمي، يوم الغدير ولا تزال على فمي، نغما برغم المدلجات يرجع. نلقاك في الذكرى لقاء مؤمل، نلقاك في الذكرى لقاء مؤمل، شرب الظماء بغلة لا تنقع. نلقاك في الذكرى لقاء مؤمل، شرب الظماء بغلة لا تنقع. شرب الصدى والورد عذب سائغ، لسواه من عذباته يتجرع. شرب الصدى والورد عذب سائغ، لسواه من عذباته يتجرع. ويظل يسقى آسنا، ويظل يسقى آسنا، وبكفه ماء الحياة وفي النعيم يجوع. يقتات من ألم الجراح، يقتات من ألم الجراح، وفكره مما يعاني في لظاها مشبع. خفقت على شفتيه كأس صديدها، حببا على خمر الحوادث يلذع. ودجت عليه النيرات، ودجت عليه النيرات، فصبحه ليل ببرد ظلامها يتلفع. رانت فلا الأعراس صاخبة الرؤى، نغما ولا ليل العرائس يسمع. مزجت بأصداء الزفاف مآتما، فنعيمه بأسى الليالي مترع. فالرافدان المترفان وإنهما جريا له ذهبا، حميم ينزع. يا نهر دجلة والفرات، يا نهر دجلة والفرات، سلمتما والشاطئان هناك، والمتربع سلمت يد النوتي في إعصاره، وسفينه وشراعه المتطلع. يا أيها النجف الأغر، يا أيها النجف الأغر، ومن به لكم على بعد المدى نتطلع. يا كربلاء المجد مجدك باذخ، هيهات يصلبوه دعي الكاع. بكما العراق زكى ولولا أنتما، والنيران هو اليباب البلقع. والنيران هنا هما الكاظمية وسامراء. يا كربلاء المجد مجدك باذخ، هيهات يصلبه دعي الكع. بكما العراق زكى ولولا أنتما، والنيران هو اليباب البلقع. سام كأبراج السماء ضراحه، يرنو لمنعته السماك الأرفع. تلك القباب الشامخات وإن هوت، لهي الثريا والشموس الطلع. تلك القباب الشامخات وإن هوت، لهي الثريا والشموس الطلع. ومآذن
نطحت سحاب ضلالهم تبقى لهم وهي الحراب الشرع. سيظل يصدح في مسامع بغيهم صوت يهز الرافدين مرجع. حسبي ونحن على ضفاف غديره مرءا لأفياء الخلود ومسمع. نستاف من أمواجه عبق الهدى ومن الصدى المرنان ما يتضوع. يا للغدير وقد تعشقه دمي، يا للغدير وقد تعشقه دمي، فغدوت أحزج في هواه وأسجع. وسقيت شعري من نمير خياله نهلا وفي حب الوصي يصرع. عبقت كأزهار الربيع، عبقت كأزهار الربيع قصائد بالمهرجان، وفي رحابك تبدع. وإليك أنت يا أمير المؤمنين، وإليك أنت وفي جلال محمد تسمو ودونكما ولا أن تخشعوا. عبقت كأزهار الربيع قصائد بالمهرجان، وفي رحابك تبدع. وإليك أنت وفي جلال محمد تسمو ودونكما ولا أن تخشعوا. سترد عادية الزمان سنابلا تروى بماء غديرها إذ تزرع، ولسوف يطوى عن كواهله الدجى فيمور بالإشعاع. فجر أنصع وغدا ترى الدنيا مناهل حيدر وفراء يسقي من يشاء ويمنع. والسلام عليكم. وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. شكرا للأخ الأستاذ على قصيدته التي أتحفنا بها. والآن يتشرف حفلنا بأب كريم وعزيز على القلوب. طالما ننتظر هذا الوقوف وطالما ننتظر هذا الصوت أن نستمع إليه بلهفة وسرور، وإلى الوالد الخطيب الكبير الملا راضي المرهون فليتفضل مشكورا. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أحيي ضيفنا الكبير العلامة الشيخ عبد الهادي الفضل،
والدكتور عفوا في نفس الوقت الذي تفضل علينا بهذا الحضور الكريم. ثم نحييكم جميعا، نحيي ضيوفنا وأحبائنا. وأتقدم إليكم بهذه المقطوعة ولأول مرة، وأرجو العفو من حضرة الأفاضل الدكتور، تحت عنوان أمير الإسلام. أهو الشعر غايتي أم شعوري؟ نحو يوم الغدير عيد الأمير. صلوات على محمد. صغر الشعر رتبة أن يؤدي بعض شيء من حق يوم الغدير. من أطالوا في وصفه قدموا العذر إليه مخافة التقصير. كيف تحوي الأشعار وصفا لمولى ما له بعد أحمد من نظير. من أطالوا في وصفه قدموا العذر إليه مخافة التقصير. كيف تحوي الأشعار وصفا لمولى ما له بعد أحمد من نظير. إنما الشعر ريشة ترسم الحب بيانا في لوحة التصوير. كيف بي والمقل في الحلبة اليوم بياني. في الشعر والتعبير لست أدري بأي منقبة أشدو لمن حاز كل فضل خطير. أبميلاده الشريف بأمر الله في وسط بيته المعمور شرف الكعبة الشريفة لما بين أركانها بدا بالنور. صلوات. قد تسامت على الثريا اعتلاء ثم ماست بحلة المسرور. ذاك فضل أوتيه خير وليد وسواه لم يؤت شر نقير. أم بهدم الأصنام حين اعتلاها ثم باء الجميع بالتكسير. طهر الكعبة الحرام فشكرا وعلي ما زال بالمشكور. جاء هذا امتداد أمر لإبراهيم جد الإمام بالتطهير. صلوات. أم بحرب الأحزاب حين ابتداها بقتال للفارس المشهور. قتل العامري أقوى كمي حين وافى بعزمة وزئير. موقف كان وزن أعمال كل الخلق من يومه ليوم النشور. قبلها حرب يوم بدر وأحد كم له من مجندل وأسير. ثم في خيبر وقد دك حصنا طالعا بابه بكف قدير.
ضاربا مرحبا بسيف فقار ضربة شاع ذكرها في الدهور ثم عزى لهم ومد على الخندق جسرا لقوة التحرير. وحنين وبعدها وقعة البصرة أبلى بها وليل الهرير، أم بإطعامه اليتيم حنانا أو بإطعام معدم وأسير، بدل القرص للفقير فجوزي بمرد القرص العجيب المنير. صلوات على محمد. بدل القرص للفقير فجوزي بمرد القرص العجيب المنير، يوم ردت دكاء بعد أفول ليصلي من دون ما تأثير. أم ببدل أتاه في آية النجوى وخاروا جميعهم عن حضوري، فاز في مجلس العطاء كريم بعطاء لبائس وفقير، ذاك فضل له التفاسير أبدت مثل إبداء آية التأمير. كم وكم آية أتت بولاه ليس تخفى على فقيه بصير. صلوات على محمد. أم بما صح إنه قاسم الجنة في يوم حشره والسعير، قائلا للجحيم دونك هذا واتركي من أحبني ونصيري. صح هذا نقلا لكل رواة عن نبي الهدى البشير النذير. أم بعلم عنه تضيق صدور ليس في الوسع حمله في الصدور، حملته نفس الإمام فحي الله نفسا ترفعت عن نظيري، سال في صدره لعاب رسول الله علما ففاز بالتقدير. 1000 باب و1000 باب مضافا حازها المرتضى بيوم الأخير. أين هذا ممن يقول إذا ما تعتريه مشاكل من مجيري؟ أين من ضاق بالكلالة ممن؟ أين من ضاق بالكلالة ممن علم الروح منطق التكبير؟ صلوات على محمد. أين من ضاق بالكلالة ممن علم الروح منطق التكبير؟ فأفيقوا ليس الإمامة للمفضول، فأفيقوا ليس الإمامة للمفضول في حكم ربنا المزبور. قلدوا الأفقه العليم وخلوا فلسفات تجركم للشرور. فأفيقوا ليس الإمامة للمفضول في حكم ربنا المزبور. قلدوا الأفقه العليم وخلوا فلسفات تجركم للشرور. أم بيوم الغدير أشد ارتياحا، أم بيوم الغدير أشد ارتياحا، إنه يوم غايتي وسروري. فأقيميه يا بلادي حفلا وعلى منهج الهدى الحق سيري. ذاك يوم به قد انقسم الناس، موال له وبين نكير. زرعت بدرة التشيع فيه وسقى الزرع جدول في الغدير. صلوات على محمد.
ذاك يوم به قد انقسم الناس موال له وبين نكيري زرعت بدرة التشيع فيه وسقى الزرع جدول في الغدير صححته دو النهى بأفهام سقاها غديره بالنمير فاقرأوا إن أردتم فارس الحلبة أعني به كتاب الغدير. الصلوات على محمد. يا أمير الإسلام، يا أمير الإسلام، أشكو أناسا خدعوا بالتجديد والتنوير، خدعوا أنفس الشباب احتيالا كالنصارى في الخدع بالتبشير. فرقوا شملهم طوائف شتى وتهاووا ضحية التفكير. إن تكلمهم يقولوا جمودا كل نصح يقال أو تذكير. يحسبون التشريع لعبة قوم تركوا اللب واكتفوا بالقشور. يا أمير الإسلام، يا علي، يا أمير الإسلام، أشكو أناسا خدعوا بالتجديد والتنوير، خدعوا أنفس الشباب احتيالا كالنصارى في الخدع بالتبشير. مزقوا شملهم طوائف شتى فتهاووا ضحية التفكير. إن تكلمهم يقولوا جمودا كل نصح يقال أو تذكير. يحسبون التشريع لعبة قوم تركوا اللب واكتفوا بالقشور. ليس في شرعنا الشريف ابتدال حكمه موقف مدار العصور. ليس فيه إلى التطور دخل، ليس فيه إلى التطور دخل فيباح الحرام بالتطوير. يا بغاثا، يا بغاثا، خلوا اصطياد الحبار لنسور فلستم بنسور. الصلوات على ليس فيه إلى التطور دخل فيباح الحرام بالتطوير. يا بغاثا، خلوا اصطياد الحبار لنسور فلستم بنسور. اتركوه لأهله وتنحوا، ليس فيه مكانة لحقير. وصلاة على النبي وآل وسلام عليكم من حضوري. والسلام عليكم.
لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فكنت من ذي وذا أهوى أبا حسن. شكرا للفاضل الخطيب على ما أتحفنا به. يتشرف حفلنا الآن بمن حضرنا في الحقيقة من أجل الاستماع إلى كلمته الغني عن التعريف، والذي يقصر لساني عن تقديمه بالكلمات الفاضل العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي، يتقدم ويتفضل علينا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.